ونشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية تدخل بكل حرية إلى التراب الوطني الجزائري. بيان الوزارة شدد على أن التصرفات هذه تشكل تهديد مباشر لأمن البلاد وتفترض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية وغيره من النقاط التي وردت في هذا البيان. تداعيات هذا القرار بين بلدين جارين شقيقين على مستوى تقريبا حدود كبيرة عندهم أيضا، نحكيوش على الخلافات السياسية، نحكيو اجتماعيا تقريبا فما جزائريين مقيمين في المغرب وفما العكس بالعكس تقريبا، يعني علاقات تاريخية قديمة وغيره وغيره وغيره. اليوم تصل إلى قرار فرض التأشيرة لحاملين جوازات سفر مغربية للدخول إلى التراب الجزائري، وتعتبر اليوم أنه المغرب يهدد أمن وسلامة الجزائر. سيد عبد الله العبيدي. اهلا وسهلا. نحب ساعة نأكدوا أن الصفات اللي تفضلت بهم يعني أخوية أشقاء إلى غير ذلك منذ فترة طويلة أصبحت علاقات بين البلدين، بين ظفرين الشقيقين متجاورين، لم تعد لا علاقة أشقاء ولا علاقة وطيدة ولا علاقة أخوية، يعني من عام 94 والحدود مغلقة بين البلدين. هذا من ناحية. نحب نأكدوا على المستوى الدبلوماسي والقنصلي منح التأشيرة من عدمه هو قرار سيادي لا يحتاج إلى تبريرات عموما. هذا من ناحية. نحب نقول أن الجزائر كانت تستثني المواطنين المغاربة من القرارات السياسية مثل ما أشرت له، يعني الحدود كانت مغلقة منذ تفجيرات مراكش. بادر الحسن الثاني المرحوم الحسن الثاني بخلق الحدود، وبعد استفحلت الامور ووقعت يعني الجزائر لمن زروال كيف يعني قرارات اللي زادت عمقت الهوة بين البلدين. اليوم الجزائر اخذت القرار هذا لسبب بسيط. اولا الساعه وقعت في السنوات الاخيره تفكيك عده شبكات جوسسه امن الجزائر شارك فيها مواطنين مغاربه ومغاربيين، يعني من كل بلدان المغرب بدون استثناء، ومغاربيين بصفه خاصه. اذا كان اليوم اخذت القرار المباشر هذا، نعرف انه وقع انتخاب رئيس الجزائر قبل بضعه ايام، لانها حبت تتحاشى تتجنب يعني اتهامها ولا رميها بمعاداة السامية. نعرف انه عدد كبير من المغاربه يعني دينهم اليهوديه، ويعني جزء كبير منهم انتقل للعيش في إسرائيل، يعني ما يفوق المليون. وفي وقت من الأوقات حتى وزير خارجية إسرائيل كان يهودي مغربي. لكي لا ترمى الجزائر بمعاداة السامية مثل ما وقع معنا عندما حكينا مش السامية العنصرية، لما حكينا على يعني الأسارقة من وراء الصحراء، يعني تجمع كل المغاربة وهي تصفي اللي يقدم الباسبور نتاعو، تنجم ترفض حتى مغاربة مسلمين على أساس أن أمرهم مشبوه إلى غير ذلك. وعندما ترفض يعني بصفة يعني مطلقة مغاربة يعني يهود من أصل مغربي، ما نجموش يرميوها بمعاداة السامية. هذا علاش اتخذ هذا القرار. هذا من ناحية. من ناحية ثانية المبررات، حتى إذا كان مثل ماشي جوسة وكذا، نعرفوا أن في الآونة الأخيرة المغرب اقتنت يعني قمر اصطناعي بمليار من عند إسرائيل، ونعرفوا أن المغرب بنات ولا بصدد بناء قاعدة عسكرية ضخمة على تخوم تندوف الحدود المشتركة بين الجزائر والمغرب. ونعرفوا أنه تكررت الزيارات نتاع مسؤولين اسرائيليين، ثم هناك تطبيع بالطبع، ما تنجمش تشري قمر اصطناعي بهذا المقدار، ويعني تعاون تقني وفني بدون ما يكون ثم اسس سياسيه. نعرفوا اللي في الاونه الاخيره المشكل الاساسي بالنسبه للمغرب اللي هو الصحراء الغربيه، دول واجهه مثل امريكا. نعرفوا اللي ترامب قال اللي احنا نمنح كما لو كان ملكه هو ان يمنح او لا يمنح الصحراء الغربية للمغرب إذا كان واصلت مضت في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وهذا ما حصل. نعرفوا اللي أطلقت
تهديدات من اعلى منابر السياسه في البرلمان المغربي، وكذلك مسؤولين سياسيين برتبه وزراء وحتى اكثر، انه يهدوا ب يعني مباشره العمل المسلح ضد الجزائر. هذا ما وقع في السنوات الاخيره. يعني استعرضت النقاط الكل اللي تبرر. لكن كل هذه النقاط اللي استعرضتها قلت فيها انه كانت الجزائر تستثني الشعب المغربي من ذلك، معناها فقط على المستوى السياسي، من السياسه، الاواصر العائليه. وكانت يعني تنجم هي عندما تفكك شبكات، عندها امن يعني يعتد به الجزائر، يعني عندما تفكك شبكات كيف تلقى مغاربه او في بعض الحالات حتى توانسه، يعني يقع ادانتهم على المستوى الشخصي مش على مستوى، رغم اللي مثل ما اشرت له هذا ما يلزمش ننساو النقطه هذه، انه الحدود بين البلدين رسميا مغلقه منذ سنه 94 1994، وزادت يعني انقطعت العلاقات 2021 و2019 يمين زروال خذا اجراءات كذلك بخصوص الحدود وبخصوص العلاقات، يعني اصبحت علاقات فاتره، رغم اللي تقابلوا في الحسن الثاني وزروال تقابلوا في وقت من الاوقات في مش 2019 عاد زروال اتخذ قرارات. لا 2019 يعني انا قلت زروال قبل. لا انت قلتي معناتها 2021 دهورت وفي 2019 زروال، معناتها وتقصد دهورت في 2019 في 21 وفي 2019، ثم معناتها نذكروا انه ايضا زروال كان اتخذ قرارات قبل هكا ولا لا؟ ولا مش سنه 2019 ولا واضح. لا ما عادش بوتفليقه، ما عادش زروال، بحيث ثم اجراءات حبيت نقول انه اجراءات اتخذت تباعا ل يعني تعميق الهوه بين البلدين. يعني علاقات غذائيه. نقولوا احنا هذه النقطة التي أفاضت الكأس اليوم، وصلنا إلى اتخاذ هذا القرار ما جاش من فراغ، والتراكمات لسنوات طويلة وربما معناتها لتصاعد وتيرة نقولوا احنا تأزم العلاقات بين البلدين هكا ولا لا؟ على خلفية التطبيع مع إسرائيل ونعرفوا الجزائر مستهدفة، ونعرفوا القرار اللي اتخذه ماكرون اللي قال يعني يوافق على سياسة المغرب بخصوص الصحراء الغربيه، ما دعا الجزائر لسحب سفيرها لمده من فرنسا، وعلاقاتها تعكرت مع فرنسا على السبب هذا. ونعرفوا مثل ما قلت لك اللي اهم من هذا الكل يعني بناء القاعده والتعاون مع اسرائيل يعني يتعمق يوما بعد يوم، هذا هو اللي به الفائده. وذكرنا النقطه اللي اساسيه اللي كذلك ثم يعني مئات الالاف من يهود اسرائيل اللي هم من اصل مغاربي ويحملوا جواز السفر المغربي ونجموا يتنقلوا شأنهم شأن بقية المواطنين إلى الجزائر بسهولة، إلى الجزائر بدون تأشيرة. عندما تفرض التأشيرة مثل ما أشرت كذلك أنه قرار سيادي، عندما تفرض التأشيرة على كل المغاربة ومن بعد يقع التصفية، ما عادش نجموا نحكيوا على استثناء يعني اليهود، يعني تولي ترمى الجزائر بالمعاداة السامية. هذا هو المهم. يعني الجزائر تنشط في مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة، مثل منظماتها المختصة إلى غير ذلك، والبنوك، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللي تتعامل معها الجزائر بطريقة عميقة في اللغات. هذا الكل إذا كان ترمى بالسامية تتعطل مصالحها المؤسسات هذه ومع الدول الوالية. لذلك علاش جاء فرض اليوم التأشيرة على كل المواطنين المغاربة دون استثناء، ومن بعد معناتها هكا نذكروا مثل ما قلت لك في اول كلمه انه وقع تفكيك في عده مناسبات في السنوات الاخيره، والتطبيع مع اسرائيل طبعا، ووجود اسرائيل رئيس الاركان نتاع اسرائيل يتردد على المغرب، ووزير خارجيتها ووزير دفاعها وتبادل زيارات الى غير ذلك، وتطبيع واضح يعني علني ماهوش سر نفسه. يعني في الحاله هذه الجزائر شافت من مصلحتها انها يعني وهي مستهدفه حتى خارج علاقاتها، ما نحصلهاش في العلاقه المغربيه الجزائريه، هي مستهدفه عموما كما البلدان العربيه الاخرى اللي قاعدين نشوفوا فيها ايش تعاني، سوريا، العراق، شفنا ايش صار له، يعني ليبيا، يعني كل الدول العربيه مستهدفه. مجرد انك تلوي الاعصاب في يد القوى الهيمنه حتى يصير ما صار في شرقنا العربي. واضح. شكرا جزيلا.